مساءكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها. التقرير التقييمي للمفوضية الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي يسلط الضوء على الجهود الكبرى المبذولة من طرف المغرب في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ويؤكد على شمولية التفضيلات الجمركية لمنتوجات الصحراء المغربية. انخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقطات ثلجية بالمرتفعات، تلك هي أبرز سمات حالة الطقس ببلادنا، وتوقعات باستمرار الأجواء الباردة غدا الاثنين. وفي مواجهة فيروس كورونا المستجد، الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية أمر ملح وضروري لإنجاح عملية التلقيح. ضاية الروم بإقليم الخميسات من بين المناطق الرطبة الأكثر استقطابا لهواة الطبيعة في كل الفصول. ويحضر معنا ضيفا على النشرة الرئيسية السيد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. أهلا بك سيدي. مساء الخير سيدتي. في العلاقات المغربية الأوروبية، سلط التقرير التقييمي للمفوضية الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي الضوء على الجهود الكبرى المبذولة من طرف المغرب في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مؤكدا على شمولية التفضيلات الجمركية لمنتوجات الصحراء المغربية. مريم العافير. الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين، بجعله التفضيلات الجمركية تشمل منتوجات الصحراء المغربية. فتقرير 2020 حول الفوائد بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية جاء ليؤكد المكتسبات المهمة المحصل عليها من طرف المملكة في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وليفند تفنيدا قاطعا ادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية. فاعتراف المفوضية الأوروبية بالفوائد الحقيقية للاتفاق على ساكنة المنطقة يؤكد أن النموذج المعتمد في الأقاليم الجنوبية يندرج في سياق تطورها ضمن منظوم واعد. تشير بروكسل إلى أن هذه الأقاليم أضحت قطبا اقتصاديا حقيقيا مرتبطا بشركاء مهمين، كما يسلط تقرير الاتحاد الأوروبي الضوء على الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021 الجاري تنفيذه حاليا في الأقاليم الجنوبية. يتعلق الأمر هنا باعتراف آخر بثقل الاستثمارات العمومية المستدامة المنفذة بها، وتأكيدا لدعم الاتحاد الأوروبي لأوراش الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في هذه المناطق. كما تعكس الوثيقة ارتياح المغرب إزاء تنفيذ الاتفاق والطبع الجدي الذي يميز نهجه اعتبارا للالتزامات المعتمدة من الطرفين. وتشهد مختلف هذه المرجعيات على المصداقية، الفعالية والموثوقية والطابع النموذجي لآليات التتبع المعتمدة من طرف المغرب، والثقة التي تتمتع بها السلطات المغربية في إعداد هذا التقرير في إطار تعاون مستدام ومنتظم مع الجانب الأوروبي. أما في شقه المتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات، فيبرز التقرير الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في هذا المجال، وكذا الدور الذي يطلع به المجتمع المدني. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف كما أسلفنا السيد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. أهلا بك من جديد. إذن التقرير التقييمي للمفوضية الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجعل التفضيلات الجمركية تشمل منتوجات الصحراء المغربية. ألا ترون بأن ذلك يعزز المكتسبات التي حصل عليها المغرب ارتباطا بوحدته الترابية وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية سيد بودن؟ بالتأكيد سيدتي، فهذه شهادة من طرف تكتل طبعا عالمي على المستوى الاقتصادي، وبالتأكيد هناك قناعة راسخة من طرف الاتحاد الأوروبي بأهمية المغرب كشريك استراتيجي، وأعتقد بأنه هذا ينضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي، طبعا في إطار التوجهات التي يحددها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بالواقعية
والطموح والوضوح. وأيضا هي طبعا تأتي في سياق اعتراف دولي كبير بمغربية الصحراء وإحداث قنصليات في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تدخل العمليات الناجح للمملكة المغربية من أجل تأمين معبر القرقرات. وأعتقد بأنه هذا في إطار سيرورة من الانتصارات الدبلوماسية المحققة سواء على المستوى الإفريقي، على المستوى الأوروبي، على المستوى الأممي، وأيضا في ارتباط بالقوى الكبرى. وأعتقد بأن مسيرة النجاح على المستوى الدبلوماسي ستستمر بالمزيد من الانتصارات والإنجازات. إذن تقرير الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على الجهود الكبرى المبذولة من طرف المغرب في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. التقرير هنا يعتبر الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا حقيقيا مرتبطا بأوروبا وإفريقيا. برأيكم كيف يمكن استثمار هذه المكتسبات في مواصلة تنمية أقاليمنا الجنوبية؟ فعلا الشراكات مع الأطراف الدولية بالفعل ستساهم في تحقيق المزيد من العوائد على مستوى الأقاليم الجنوبية. اليوم الساكنة تتملك النموذج التنموي الذي أطلقه صاحب الجلالة بالأقاليم الجنوبية، وبطبيعة الحال اليوم هذه التطورات يعني تنهل من مساهمة الساكنة على المستوى الديمقراطي في اختيار ممثليها، على مستوى حقوق الإنسان في صيانة طبعا التراث الحساني، على المستوى الأمن هناك استقرار واضح، على المستوى البنيات بطبيعة الحال فيما يتعلق بالصحراء المغربية أصبحت منطقة جاذبية كبيرة، منطقة تنافسية كبيرة. اليوم كما تعلمون هناك تطور على المستوى الملاحة الجوية، مطارات، على المستوى الملاحة البحرية موانئ بقيمة من الدخل الأطلسي، وأيضا على المستوى الربط بالإنترنت، على المستوى بنية الاحتضان، على المستوى الطرق، على المستوى البنيات الفندقية. إذن كل هذه معطيات تجعل فعلا من الصحراء المغربية بحواضرها منطقة ذات طبعا جاذبية اقتصادية. وأعتقد بأن هذه الشراكات بالتأكيد ستسمح بانفتاح المنتوج ذو المنشأ الصحراوي على الأسواق الأمريكية والأوروبية والأوراسية والإفريقية، وكذلك معبر القرقرات اليوم أصبح بتأثير كبير على مختلف أسواق غرب إفريقيا. السيد محمد بودنة رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، لك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في النشرة الرئيسية. يقوم كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر من 3 إلى 12 يناير الجاري بجولة في المنطقة ستقوده على الخصوص إلى الأردن والمغرب. هذه الجولة تروم بحث التعاون الاقتصادي والأمني مع المسؤولين الحكوميين، وتؤكد على الانخراط العميق للولايات المتحدة من أجل النهوض بالازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.